بعد وصولنا إلى دمشق من حقنا كان أنه نحن نعمل ردة فعل على حزب الله بالشيء اللي فعله في سوريا خلال 14 سنة الماضية، وهذا كان بمقدورنا ومتاح ومبارك دوليا وعالميا مثل ما بتعرفوا. لكن أنا أثرت عدم الذهاب بهذا المكان، مو لأنه مثل ما بيقولوا لبنان مستنقع، بقول لا، هذا الشيء كان رح يرحبوا فيه كمان أغلب أهل لبنان، بس بقول إنه هذا حق الألغام. لا قدر الله أي حالة خطوة خاطئة فيه ينفجر الوضع داخل لبنان. وذاكرة لبنان بالحرب الأهلية الداخلية ما عولجت علاج صحيح، يعني كان الضغط على إنهاء حالة الحرب الأهلية أو بداية التسعينات. ما بدنا نأذي لبنان بأي طروحات ممكن مستفزة. يعني أنا تنازلت عن الجرح الموجود في داخل سوريا واعتداءات الحزب عليه وكذا، صبرت عليه وقلت معلش خلاص نحن رجعت دمشق وخلاص خلينا نحن نوقف عند الحد هذا، وما حاولت أصرح أي تصريح بيمثل هي، مع أنه بحق لي كثير، بس قلت أنا هذا رح يأذي داخل لبناني ورح يصير نوع من الاستقطابات، وقد يحمس أطراف داخل لبنان بطريقة سلبية يفهموا أنه رسائل طرابلس متفاعلة معنا وبيروت متفاعلة معنا وأماكن بعض الأطراف أيضا اللي بيمثلوا المسيحية عندهم شوية يعني ممكن استقواء بالحالة السورية لتحسين الوضع اللبناني. أولا ما كان بدي الصورة تكون بهالمشهد هذا، ما بدنا حدا يعني حاولت أقول إنه إحنا نقف على مسافة واحدة رغم الجرح الموجود، بس أنا ما فيني أعمل حل وروح شيل 1.5 مليون بني آدم زدتهم بالبحر، مو هيك الحلول. آخر شيء لازم يكون تشعر الناس إنه هي تطمئن، الجميع يعيش بطريقة مشتركة يعني. أما بدنا نلغي طرف على حساب